الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد البنت اللي اسمها كلوي واللي كتعيش مع خوها اللي سميتو تي جي، وباباهم يلاه مات وكان عليهم بزاف ديال الكريدي. ودابا كنشوفوا البنكه اللي اتصلت بها وعلمتها بلي هما غادي ياخدو ديك الدار اللي رهنوا. وكانت كلوي كطلب البنكه باش يصبروا عليها شويه ولكن بلا فايده. وهنايا كنشوفوا خوها تي جي اللي كاين مع واحد الصديق ديالها اللي سميتو روز، وكانوا بجوج بهم متفقين باش يمشيو يسرقوا واحد الدار باش يخلصوا بها داك الكريدي اللي عليهم وما يديوش ليهم الدار. وروز هو اللي قرر باش يدخل لداخل ديك الدار ويخلي تي جي يتسناه في الطوموبيل. ويلاه بغى يدخل ديك الدار وهو يسمع القرطاس كيتشاير، وجات القرطاسه في روز ومات. وتي جي دغيا هرب بالطوموبيل ودغيا رجع للدار عند اختو وقال ليها بلي روز مات. وبقات كلوي مصدومه ملي سمعت هاد الهضره وكانت خايفه بزاف على خوها لا يشدوه البوليس. وقال ليها تي جي بلي ديك الطوموبيل اللي كانت معاهم مسروقه ومشى حرقها، وقال ليها بلي هو نسى ياخد معاه التليفون ديال روز ودابا راه بقى معاه وفيه جميع الادله. وقالت ليه كلوي بلي الحل الوحيد اللي عندهم هو يشوفوا كيفاش ويدخلوا لديك المشرحه. ومشاو بجوج بهم لتما، وهضرات كلوي مع واحد الحارس اللي تما وطلبت منه باش يخليها تدخل تشوف واحد الصديق ديالها، ولكن هو ما خلاهاش. وفكرت كلوي في خطه اخرى باش تدخل ديك المشرحه، واتصلت بواحد صاحبتها اللي خدامه في واحد العياده بيطريه وطلبت منها كلوي باش تعطيها واحد الدواء، ودغيا وافقت باش تعطيهم داك الدواء ولكن بالفلوس. من بعد خدات كلوي داك الدواء ومشات لواحد البلاصه وقالت لخوها باللي دابا غضرب راسها واحد الليبره من داك الدواء، وباللي غيدوزو غير شي دقايق غادي تدوخ والضربات ديال القلب غادي ينقصوا وحتى النشاط ديال الدماغ غادي يقلال، ولكن غتبقى عايشه. وهي دارت هادشي كامل باش تكون جثه ويدخلوها لديك المشرحه. من بعد كلوي ضربتها الفيقه وهي في المشرحه لداخل ولكن باقا دايخه وبغات توقف، ولكن حسات بشي واحد بحال جاي ودغيا رجعت لبلاصتها. ودخل واحد المسؤول واللي كان كيكتب الاسماء ديال دوك الجثات، وكانت كلوي كتشوف فيه من تحت ليزار وهو ما عاقش بها. من بعد خرج واحد الجثه من تما ومشى بحاله، وقبل ما يتسد داك الباب مشات دغيا كتجري ودفعاتو وخرجت من تما ودخلت لواحد البيت اللي لقات فيها واحد الجثه ديال البنت اللي كانت كامله مضروبه او عامره بالدم، ولقات تما الحوايج ديال الممرضه ولبساتهم. وداك المسؤول داز من تما وسمعت تخرشيش، وملي طل ما لقى والو مشى بحالو. وهي خرجت من تما وسمعت الانذار اللي كان خدام حينت واحد السيد كان واقف على برا وباغي يدخل، وداك المسؤول مشى باش يفتح ليه الباب وكانت هي حاضيه. وشافتهم اللي عطى لداك السيد واحد الصندوقه غريبه، وسمعتهم كلوي ملي كانوا كيهضروا وطلب منه داك السيد الكبده. وهنايا عرفت كلوي بلي داك المسؤول كيتاجر في الاعضاء ديال البشر وكيبيعهم. من بعد مشات كتقلب على الجثه ديال روز حتى لقاتو، وغير شافته ما قدرش تحبس الدموع وبقات كتبكي وبقى فيها بزاف. ولاحظت بلي كرشو مخيطه وعرفت بلي داك المسؤول سرق منه الاعضاء ديالو. واحد شويه كان لقاو روز اللي شد ليها في يديها حيت باقي ما مات، وتفاجات بزاف من هاد الشيء اللي طرا. وفي نفس الوقت هي فرحات حيت باقي حي، وقالت ليه تسناها هنايا باش تمشي تجيب السوارت والتليفون ويخرجوا بجوج بهم من تما. ومشات لديك البلاصه فين كاين داك المسؤول اللي هو الطبيب ديال التشريح واللي كان كيشرح في واحد الجثه بالمنشار. وحاولت هي باش تقرب لديك الطبله باش تاخذ السوارت من تما، ودغيا كلوي مشات عند روز وعاونته باش يخرجوا من تما. وكان عنده الحريق في كرشو وسولها اشنو هاد الشيء، وقالت ليه كلوي بلي داو ليه الكلوه ديالو. وفي هاد الوقت داك الدكتور لاحظ بلي السوارت ديالو ما كاينينش تما ومشى كيقلب عليهم ودخل لديك البيت فين كاينه ديك البنت وما لقاهمش تما. وملي دخل لديك البيت فين كاينه الكاميرا شافهم واقفين حدا الباب وباغيين يخرجوا، ومشى حدا واحد البوطون باش داك البروغرام يتخربق، وعرفوا بلي هو كيشوفهم من الكاميرا. ولكن كلوي بقات مع داك الباب حتى حلاتو وحلات مع روز اللي كان دايخ بزاف وما قدرش يوقف. شويه كنشوفوا داك الطبيب اللي دخل عندهم واللي كان داير الكمامه ورشهم بواحد الحاجه بحال المخدر. وملي فاقت كلوي لقات راسها مربوطه وروز حداها ولكن كان سخفان. وجا عندها الطبيب وكانت كتطلب فيه باش يخليهم يمشيو بحالهم، وهو كاع مداها فيها ومشى عند روز وفتح ليه كرشو وخدا الكبده ديالو. وهي تخلعت بزاف من داكشي اللي شافت، والطبيب خدا الكبده وحطها في ديك الثلاجه ديال الاعضاء. وملي خرج من تما كانت كلوي كتحاول باش تفك راسها باي طريقه، وقدرت تاخذ المنشار اللي كان حداها وخدمته وفكات به يديها. وداك الطبيب اللي كان خدام في جثه اخرى ملي سمع الصوت ديال المنشار جا لعندها. من بعد خدا واحد الموس كبير وبقى كيقلب عليها، وهي كانت مخبيه تحت الفراش اللي فيه روز. من بعد خرجت من تما وخدات واحد القرعه ديال الاكسجين ومشات هرست به القفل ديال داك البيت اللي حاطين فيه الحوايج ديال دوك الجثات. وتما لقات الصندوق اللي حاطين فيه الحوايج ديال روز، ويلا فتحاتو وهي تسمع داك الطبيب اللي كان جاي لعندها، ولقات واحد الفردي في داك الصندوق وخرجت لعندو كليو وهي كتهددو.
ولكن داك الطبيب كاع ما خاف منها وقال ليها باللي فردي اما خاوي ولا مزور، وتيرت فيه باش تاخذ منه داك التليفون ولكن ما قدراتش، ودغيا دخلت للمكتب ديالو باش تتصل بخوها تيجي وعاودت ليه على داك الطبيب وطلبت منه باش يخوي المدينه في اقرب فرصه. وداك الطبيب جاب الكلب ديالو وخلاه يشم الريحه ديال كلوي باش دغيا يلقاها. وهنا كنشوفو تيجي اللي اتصل بالبوليس، وملي جاو لعندو قال لهم باللي هو يعترف بكل شيء ولكن بشرط يعاون اخته. وداك الكلب كان كيجري مورا كلوي حتى لقات راسها محصوره في واحد البلاصه، وبانت قدامها ديك الثلاجه ديال الاعضاء وسيباتها على الكلب وتحلات وخرجت منها ديك الكبده اللي كانت فيها وعطاتها للكلب باش ياكلها وسدات عليه الباب. من بعد دخلت لداك البيت اللي فيه الكاميرات وتما شافت خوها تيجي اللي جا مع واحد البوليسي، وتما فتحت دوك البيبان اوتوماتيك ودغيا جرات لحدا الباب وتلاقات مع خوها والبوليسي حدا الباب وعاودت لي على داك الطبيب والجرائم اللي كيدير في الناس. من بعد قال لي هذاك البوليسي خليك هنايا انا غنمشي نشوفو. واحد شويه كنشوفوه ضربها بواحد العصا وضرب حتى خوها تيجي، وهنا كنفهموا بلي داك البوليسي مع داك الطبيب. ولكن كلوي ناضت دغيا وهددته بداك الفردي ديال روز وكانوا يلاه يخرج من الباب. ولكن داك الطبيب اللي داخل هضر في الميكروفون وقال ليه بلي داك الفردي اللي معاها راه مزور، وملي سمعت ديك الهضره هي وخوها ضربوها بجريه وهربوا. وداك الطبيب عاوتاني سدوك البيبان اوتوماتيك وكانوا كيقلبوا عليهم. وداك الطبيب تعصب بزاف ملي لقى ديك الكبده كلاها الكلب، وكلوي وخوها كانوا كيقلبوا على شي بلاصه يخرجوا منها، وداك الطبيب صيفط لهم الكلب باش يقتلهم. من بعد كنشوفوا تيجي اللي تعلق فوق واحد الكرياج وخدم تريسينتي في داك الكرياج. داكشي علاش تيجي طاح في الارض وهجم عليه الكلب، ودغيا جرات كلوي باش تعتق خوها وشدت داك الكلب وسيباتو فوق داك الكرياج اللي فيه الضو، ودغيا هربات هي خوها ودخلوا للاكاف وسدوا عليهم الباب. وداك البوليسي قال للطبيب خليهم تما لداخل ونطلقوا عليهم داك الغاز اللي كيسيل الدموع. واحد شويه هما كيشوفوا داك السيد اللي جا باش يدير الكوموند ديالو، وقال ليه الطبيب الكبده الاولى لقى فيها واحد المشكل ودابا غيعطيه ساعه المكانه باش يوجد ليه وحده جديده. وملي كان داك السيد كيهضر تيرا فيه داك البوليسي، وكلوي وخوها سمعوا القرطاس وبانت ليهم تما واحد دخله في الحيط وخرجوا منها. وكانوا كيسمعوا الطبيب والبوليسي ملي كانوا كيهضروا واتفقوا بجوج بهم باش يطلقوا عليهم داك الغاز اللي كيسيل الدموع حيت هما غيحتاجوا للكبده ضروري. من بعد شافوهم في الكاميرا وهما كيعاونوا داك السيد اللي تيراو فيه. من بعد كنشوفوا داك الطبيب والبوليسي اللي رماو عليهم القنابل ديال الغاز، وكلوي عطات لخوها وداك السيد الكمامات اللي فيهم الاكسجين وقالت لخوها يخرجوا من هنا بجوج بهم، وكانوا باغيين يهربوا من تما. ولكن داك الطبيب حصلهم وضرب تيجي بتريسينتي. وداك البوليسي حتى هو لقى كلوي اللي كانت مخنوقه بداك الغاز وكانت في يديها واحد المطرقه اللي ضربت بها واحد القرعه ديال الاكسجين واللي طارت في البلاصه وضربت داك البوليسي في الراس ومات. وملي شاف الطبيب داكشي مشى نيشان وجر خوها ودخلوا للبيت ديال التشريح باش ياخذ ليه الكبده ديالو. وكان كيهضر مع كلوي في الميكروفون وقال ليها بلي خرجت على خوها ودخلت لديك البيت باش تقلب على خوها. وملي قربت منه قال ليها خوها بلي هو موراك، وبقات كدابز مع داك الطبيب ولقات واحد القرعه حداها ورشاتها ليه في وجهه وحرقاته وشوهات ليه وجهه وكملت عليه وعطاته بديك القرعه اللي كانت في يديها وطاح على وجهه وبان ليه واحد المسمى وكان باغي يقتلها. ولكن في اخر لحظه بان داك الراجل اللي تيراو فيه واللي خشى فيه واحد الموس واللي عطى الموس لكلوي اللي خشاتها ديريكت في راسو وقتلاته. واخيرا تهدات من داك المجرم. وملي ناض تيجي قال ديك السيد بلي هو باغي الفلوس حيت عتقو، ولكن هو قال ليه حتى انا عتقتكم ودابا متعادلين، ولكن واخا هكاك غتنفذوا ليا واحد الطلب. وقال لهم بلي هو باغي ديك الكبده ديال داك الطبيب. ووافقت كلوي وهي اللي تكلفات بهاد المهمه. وملي سالات عطاتو الكبده وقال لهم ديك السيد بلي غيصيفط الفلوس في الحساب ديال تيجي. وكلوي خدات حتى التليفون ديال روز وغاديين ياخذوا حتى الفلوس باش يفكوا داك الكريدي اللي عليهم وتبقى الدار ديالهم. وفي الاخر كنشوفوا الكلب واللي كان كياكل في الجثه ديال داك الطبيب المجرم. وهذا كان احسن جزاء لي. الى عجبكم الفيديو وبغيتونا نستمروا شاركوا في القناه وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.